وحشتوني قوي 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 قوي. حاسه ان انا مفتقداكم بقالي فتره، بقالي كتير ما عملتش فيديوهات بحكم في امتحانات عندي وفي دروس وفي ضغط نفسي وفي ضغط عالي وفي كل الضغوطات اللي ربنا خلقها لي. قمت كده الساعه 4-5 الصبح، كنت مستنيه العيال تروح الامتحانات بتاعتها وعايزه اكل حاجه حلوه. اما باخد دواء السكر بينشف ريقي، بينزل الانسولين في الدم. بدور ايه عندي، لقيت عندي بليله قمح. رحت قلت لها تعالي. انا ما يعني البليله فيه بينقعوها 2-3 الكلام ده، ما بنقعش. نقيتها وغسلتها تمام، وحطيت لها لتر ميه زي ما حضراتكم كده شايفين، وابتديت اولع عليها على البوتاجاز. متنسيش اللايك بتاعي. المهم في ريم بيطلع كده، حاولي تطلعيه بالمعلقه تمام. المهم استوت معايا البليله بتاعتنا. معايا نص كوبايه نشا، معايا كيلو لبن. عايزه تجيبي بلدي جيبي معلب براحتك، المتاح عندك حطي. نص كوبايه نشا، حطيت عليها شويه لبن وضفتهم. لقيت عندي قشطه في التلاجة ضفتها. قلبي كل الحاجات الحلوه دي. حطي كوبايه ونص سكر تمام اهو. انا ببقى عارفه المعيار بتاعي. حطي كوبايه ونص سكر، زي انت ما عايزه تحليه حليه، انت حره. معايا كيسين كريم كراميل اهوت، بيدي طعم حلو جدا جدا ودسامه كده. ولو عندك جوز الهند بقى حطي، عندك شويه مكسرات حطي. طبعا بدور على جوز الهند مفيش ولا مكسرات، نحمد ربنا. قلبي كل الحاجات الحلوه دي مع بعضيها تمام. وقرب ما يتقل معاكي الحاجات الحلوه دي، ابدأي افتحي الفانيليا بتاعتك لو هي سايبه او اكياس او ايا كان، حطيها ادي ريحه ايه وهم. هنا استوت معايا، بوريكم هنا. اعملي علامه كده على المعلقه لو لقيتيها مفتوحه تبقى كده استوت، ملمومه على نفسها تبقى هي كده ايه ما استوتش. محضره الاطباق بتاعتك. عملوا لي كام طبق بقى؟ يعني كيلو لبن تمام على نص كيلو بليله، عملوا لي اللهم بارك 16 طبق اهو. كان طعمه حكايه، كان نفسي تدوقوا معايا. متنسوش الاشتراك في حكايه شيرين في المطبخ، وعلى صفحه شيرين الحداد على الفيسبوك. تشرفوني وتنوروني وتصلوا عليا يشفع فيكم، وكومنت حلو منكم تشجعوني عليه. يا رب اكون عند حسن ظنكم. باي باي.